من هو أول الأنبياء والمرسلين؟ الجواب هو سيدنا آدم عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد آدم عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا شيث عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد سيدنا شيث عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا إدريس عليه السلام، وهو النبي الذي قبضت روحه في السماء الرابعة. من هو النبي الذي جاء بعد سيدنا إدريس عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا نوح عليه السلام، ولقب بشيخ المرسلين. من هو النبي الذي جاء بعد سيدنا نوح عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا هود عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد سيدنا هود عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا صالح عليه السلام، وقد بعث لقوم ثمود. من هو النبي الذي جاء بعد سيدنا صالح عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ الجواب هو النبي لوط عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد لوط عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا شعيب عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا شعيب عليه السلام؟ الجواب هو النبي إسماعيل عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد إسماعيل عليه السلام؟ الجواب هو النبي إسحاق عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد إسحاق عليه السلام؟ الجواب هو النبي يعقوب عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا يعقوب عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا يوسف عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا يوسف عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا أيوب عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا أيوب عليه السلام؟ الجواب هو ذو الكفل عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا ذو الكفل عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا يونس عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد يونس عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا موسى عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا موسى عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا هارون عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد سيدنا هارون عليه السلام؟ الجواب هو النبي يوشع بن نون عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد يوشع بن نون عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا إلياس عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا إلياس عليه السلام؟
الجواب هو اليسع عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد اليسع عليه السلام؟ الجواب هو النبي الذي بعث لبني إسرائيل وقال لهم إن الله قد بعث إليهم طالوت ملكا، ولم يذكر اسم هذا النبي في القرآن ولا في السنة. ومن هو النبي الذي جاء بعد هذا النبي عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا داود عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد سيدنا داود عليه السلام؟ الجواب هو النبي سليمان عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا سليمان عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا زكريا عليه السلام. من هو النبي الذي جاء بعد سيدنا زكريا عليه السلام؟ الجواب هو سيدنا يحيى عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا يحيى عليه السلام؟ الجواب هو عيسى بن مريم عليه السلام. ومن هو النبي الذي جاء بعد سيدنا عيسى عليه السلام؟ الجواب هو خير الخلق سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.